مصطفى، شو رأيك بالمشاريع اللي الار او اي تبعها واطي وستيل مطلوبة وتتباع؟ شو رأيك بالظاهرة هاي؟ بص يا سيدي، تفسير الظاهرة دي عادي جدا وبسيط جدا. هي كل الناس بتركب تويوتا، مش في ناس بتركب الجي كلاس، مش في ناس بتركب المايباخ، مش في ناس بتركب الرولز رويس. الناس اللي بتشتري الماركات دي هي دي براكتيكال، يعني براكتيكال برودكت الواحد يشتريه؟ لا، بس دي عشان المستوى الاجتماعي. الناس بتشتري العقار ده عشان الليفل، الكوميونتي اللي عاوزه تعيش معاه. اكيد هي مش عاوزه تعيش في بنايه يكون كل اللي فيها مستاجرين او باتشلرز، بيكونوا عاوزين ناس من نفس الكاتيجوري بتاعهم. ممكن يكون تصنيف، هم بيختاروا التصنيف بتاعهم، لان مش كل الناس اللي بتشتري في دبي جايه عشان تعمل ارباح. في ناس كتير جايه دبي عشان اللايف ستايل، عايزه تعيش الحياه الرفاهيه في دبي. انت عارف ان اللايف ستايل في دبي عالي جدا، واللكشيريوس لايف ستايل هنا في دبي من اهم الحاجات اللي دبي متميزه بيها. فالعقارات والبروبرتيز اللكشيريوس اللي بيكون ثمنها غالي وما بتعملش ار او اي، الناس دي ما بتدورش على الار او اي. الناس دي بس بتكون بتدور على المكانه الاجتماعيه. هي تكون عايزه تقول انا ساكن في برج خليفه، عاوزه تقول انا ساكن في بلغاري، عايزه تقول انا ساكنه في بلو ووتر. فمش هيفرق معاهم الار او اي خالص.